الرايات الحمراء لسه مرفوعة النهاردة في شواطئ اسكندرية زي ما باين قدام حضراتكم، وده شاطئ السلسلة في منطقة الشاطبي. كانت محافظة اسكندرية أعلنت إغلاق الشواطئ سواء الشرقية أو الغربية امبارح الجمعة والنهاردة السبت، وده نتيجة تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بتقلبات في الجو والملاحة البحرية. اسكندرية الأيام دي هيكون جوها خريفي لحد يوم الخميس اللي جاي، ومعروف إن فصل الخريف بيبدأ رسميا بكرة يوم 21 سبتمبر. كمان هيكون في شبورة الأيام دي من الساعة 4 فجرا للساعة 8 صباحا، وخصوصا في الأماكن القريبة من المسطحات المائية، فياريت نخلي بالنا لو بننزل الصبح وبنسوق، وخصوصا قريب من الطرق الزراعية. النهاردة كان في سحب خفيفة ومتوسطة ممكن ينتج عنها أمطار زي اللي نزلت امبارح من سماء اسكندرية، ووارد الأمر ده يتكرر خلال الأيام دي، ومش بس على اسكندرية، كمان على السواحل الشمالية والعلمين لحد مرسى مطروح. وممكن يكون في نشاط خفيف للرياح. كل دي ظواهر بتقول ان خلاص الصيف بيودع والخريف بقى رسمي. اما بالنسبة للشاطئ اللي قدام حضراتكم فعجبني جدا التزام الناس انهم ما ينزلوش المية، وخصوصا ان كان في زوار موجودين بالفعل زي ما باين قدام حضراتكم الشماسي مليانة. اي نعم ما كانش بالكامل، لكن في ظروف عادية اكيد كل الناس اللي كانت موجودة تحت الشماسي دي كنت هتلاقيها في المية. اسكندرية جميلة في كل أوقاتها وفي كل حالاتها، وتقدر تستمتع بيها حتى لو مفيش نزول للبحر. لو حابين تتابعوا كل جديد في محافظة اسكندرية انتوا هنا في المكان الصح. اضغط متابعة وشير كتير علشان كل الناس تشوف جمال بلدنا. أخوكم مراد محمود.